السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة. مرحبا بكم في قناتنا زول تاكتيك. حلقة الليلة إن شاء الله حنتكلم فيها عن مباراة الهلال، الفوز ولا شيء غير الفوز بالنسبة للهلال. إن شاء الله حنتكلم عن حظوظ الهلال، وأيضا حنتكلم عن نقاط فنية أيضا بتخص مباراة الهلال، وأيضا شكل صن داونز والهلال في مباراة قدم بإذن الله تعالى. قبل ما نبدأ الحلقة بذكرك اعمل لايك، لو ما مشترك في القناة انزل اشترك، فعل الجرس عشان يصلك كل جديد لحد عندك. طيب في البدايه الهلال امام صن داونز. المباراه ما بتقبل قسم على اثنين، مباراه الفوز ولا شيء غير الفوز. الفوز بالنسبه للهلال يعني التاهل الى المرحله القادمه، ومنافسه صن داونز منو حيتصدر في المجموعه التي تضم الهلال وصن داونز والقطن الكاميروني والاهلي المصري. مباراه مهمه جدا، مباراه الفوز فيها يعني الهلال يتاهل المرحله القادمه. بعدها الفوز، بعد الفوز في مباراه قدم انت حتخلي صن داونز ذاته في خيارات كثيره جدا، في انه يخاف انه يفقد الصداره اللي هو حسي حاليا متصدره بفارق نقطه واحده فقط. بالفوز ايضا اخرجت الاهلي المصري خارج المنافسه، وبرضه تشيل الصيغه اللي جايبينها الاهلي المصري. انا ما عارف من وين ذاته الصيغه بتاعت انه هم ضامنين الست نقاط بتاعت الهلال والقطن الكاميروني، وضامنين كمان انه الهلال حيتغلب من صن داونز. انا ما عارف جابوا الصيغه دي من وين، ويعني حتى ذاته يا تلعب انت اللي لعبته عشان تتمنى ذاتك انك انت يعني تصل للمرحله دي، لكن كلها طبعا دي تمنيات. في الاول وفي الاخر نحن في المركز الثاني بتسع نقاط، وبننافس على الصداره، ما بننافس على نتاهل، لا نحن بنتنافس على الصداره وكيف نحن نقدر نتاهل الى المرحله القادمه. زي ما كل التوقعات يا جماعه، اليوم في مباراه الاهلي المصري امام القطن الكاميروني. لو انتهى التعادل الهلال خلاص ما محتاج اصلا اي نقطه من المباراه، خلاص الهلال بشكل رسمي حيكون يتاهل الى المرحله القادمه. وايضا لو اي نتيجه غير فوز غير فوز الاهلي المصري معناته الهلال الى الدور القادم من قبل ما ننتظر مباراه قدم وايضا مباراه القاهره. ثاني حاجه دي يا جماعه بالنسبه للحظوظ بتاعت الهلال. الصن داونز ايضا جاء المباراه دي يتاهل رسمي، لكن برضه بينافس على انه يتصدر المجموعه، لانه ما عايز يواجه خلينا نقول صاحب المركز الثاني من المجموعات، صاحب المركز الاول من المجموعات الثانيه. فدائما في حته زي دي هو فتش دائما على الصداره، ونحن ايضا كهلال بنفتش ايضا على الصداره في انه نحن نتصدر المجموعه عشان برضه ما نواجه خصم ممكن يكون متصدر المجموعه الثانيه. فدي كلها توقعات يا جماعه. الاول وفي الاول حاليا خلينا نقول احنا كيف نتاهل للمرحله القادمه، نمسك المباراه خطوه خطوه. الهلال زي ما كل الناس تابعت يا جماعه، في المباراه الثلاثه الاخيره الهلال قدر يحقق الفوز في ثلاثه مباريات، من خلالها قدر انه يكون في المركز الثاني بتسع نقاط بعد ثلاثه فوز على التوالي. صن داونز ب 10 نقاط في المركز الاول. الهلال عنده مواجهه مع صن داونز تحقق فيها الفوز، تعمل 12 نقطه، تضغط، تخط الضغط الكبير جدا على صن داونز، تخط الضغط على كل الناس، تبقى انت الخطر القادم زي ما قلناها في الفيديوهات الاخيره. خلينا نتكلم يا جماعه طبعا نخش في اجواء المباراه وشكل المباريات. يا جماعه نحن ممكن نحلل اداء صن داونز او نقاط الضعف. خلينا نتكلم نقاط قوتهم. يا جماعه صن داونز اكثر فريق من نقاط القوه بتاعته، من نقاط انه هو بيعرف كيف يغلب، انه النازل بيستخدموا ضغط عالي، وثاني حاجه بيطلعوا الكره من مناطقهم، وثالث حاجه من الحاجات اللي بيلعب بها صن داونز والسلاح بتاعهم الواضح جدا انهم دائما بيحاولوا يخترقوا من العمق، يعني دائما بيلعبوا في نص الملعب، بيعتمدوا على الضعف بتاعك في منطقه الارتكاز، وايضا منطقه قلبي الدفاع بالنسبه للخصم اللي بيواجههم صن داونز. دي شكل صن داونز، ده شكل صن داونز دائما اللي بيلعب به بشكل كبير جدا. لكن خلينا نتكلم يا جماعه عن نقاط الضعف بالنسبه لهم بتاعت صن داونز. صن داونز يا جماعه من الانديه اللي بتعتمد اعتماد كبير جدا على انها تطلع الكره من الحارس. الحارس بتاعهم ضعيف جدا، الدفاع بتاعهم ايضا ضعيف. اسوأ او خلينا نقول اضعف خطوط صن داونز هي خط الدفاع وخط او حراسه المرمى. ودائما بنشوفوا انهم دائما بيكونوا مصرين انهم يلعبوا بالعمق، ودائما هم بيكونوا مصرين انهم يطلعوا الكره من مناطقهم عن طريق الباصات القريبه. فالمطلوب منك شنو؟ لو يا جماعه نحن رجعنا لمباراه الاهلي المصري امام صن داونز، المباراه اللي انتهت بخمسه اهداف بالنسبه لصن داونز على الاهلي المصري. شوف الهدف اللي تسجل الاول عن طريق محمد شريف، شوف الحصل شنو بالضبط. الحاجه اللي حصلت دي المفروض مدربنا نحن اكيد طبعا احنا واثقين في لوران البينجي في كيف انه يتعامل مع المباراه دي، لكن شوف اللاعب ده عمل شنو. بيرسيتاو لما ضغط على لعيبه صن داونز في منطقه الارتكاز، قطع الكره، باص ون لمسه، محمد شريف لقى نفسه قدام المرمى. دائما صن داونز رغم انهم هم عارفين نفسهم انهم ضعيفين في الحاجه دي، لكن دائما في كل مباراه هم بيكرروها، وفي كل مباراه دائما بيحبوا يلعبوا الحاجه دي، بانهم يلعبوا الكره من حراسه المرمى لخط الدفاع عشان تمشي الكره بالاطراف، عشان تمشي ثاني في العمق، يعملوا مقاصات يضربوك من الحته دي، ودائما بنشوفوا انهم بيسددوا من خارج منطقه الجزاء. دي نقاط القوه بتاعت صن داونز، وده شكل صن داونز اللي بيلعب به دائما بشكل كبير جدا. انت عشان تقدر
تحمي الحاجه دي، انت اول حاجه المفروض ان احنا نغير تشكيلتنا من 4-3-3 الى 4-4-2، تعمل كثافه في خط المنتصف، تضغط عليهم في خط المنتصف. ما يكون اللاعب اللي في خط المنتصف ما يستلم الكره مرتاح، لان الكره دي اول ما تعد الثلث الاول بتاع صن داونز الى الثلث الثاني او منتصف الملعب، دائما هنا بتبقى في الخطوره الكبيره جدا على الخصم اللي بيواجه دائما صن داونز. فنحن المطلوب مننا شنو؟ المطلوب من محمد عبد الرحمن، من مكابي لولوبو، او من لامين جارجو، او انس، او اي لاعب حيلعب على الاطراف، يا جماعه نحن مطالبين بعمليه ضغط عالي، النازل احنا نضغط 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 لحد ما نصل للحته بتاعتنا في انه نحن نقدر نسجل هدف ونقدر نقلع الكره في الحته دي وفي الخانه دي. عشان كده يا جماعه المباراه دي ما مباراه فلسفه ومباراه، لا، مباراه تكتيك وتنفيذ للتعليمات وقرايه صن داونز بشكل كبير جدا. صن داونز زي ما قلنا بيلعب باصات قريبه، فانت تضغط في مناطقهم عشان تقدر تستغل الضعف الموجود في حراسه المرمى وايضا في قلب الدفاع، ومن خلاله ممكن تسجل عدد كبير جدا من الاهداف. ثاني حاجه يا جماعه، ما تخلي لهم النص فاضي. صن داونز لو امتلكوا خط المنتصف حيتعبوك تعب كبير جدا جدا، وحيتحكموا في زمن المباراه بشكل كبير جدا. ثالث حاجه يا جماعه، منطقه الارتكاز واللعيبه الموجودين في منطقه الارتكاز. في مباراه زي دي انا ما مطالب بلاعب صانع لعب صراحه، او ممكن صانع لعب ده عبد الرؤوف او اي لاعب بيمتاز في صناعه اللعب، الافضل انه يكون موجود في الشوط الثاني. لكن في المباراه في الشوط الاول خاصه نحن محتاجين للعيبه بتاعت مجهود، يعني ابانجا، فابريز، نجوما في خط المنتصف، دايرين ابو عاقله، دايرين بوجبا. انا لو ادينا الاربع اللعيبه دي يتلعبوا كلهم مع بعض، ديفيد ابانجا نديه ادوار هجوميه اكثر، لكن برضه يكون موجود في خط المنتصف، نلعب بمهاجمين مكابي لولو ومحمد عبد الرحمن. يعني حتى ما محتاج للاجنحه بتاعتي في مباراه زي مباراه قدم. ليه؟ عشان انا كل ما بقى عندي كثافه في خط المنتصف، كل ما انا بقى عندي ضغط عالي في خط المنتصف، كل انا ما فقدت صن داونز قوته اللي هي بيتمتع بها في خط المنتصف. عشان كده في مباراه زي دي لازم ان احنا نكون نمتلك خط المنتصف، لازم ان احنا نضغط ضغط عالي في خط المنتصف، لانه دفاعاته زي ما قلنا مع الضغط العالي دائما بيفقد الكره بسهوله جدا، ونستخدم فيها ونستغل فيها سرعه محمد عبد الرحمن ومهاره محمد عبد الرحمن، وايضا مهاره مكابي لولوبو في عمليه الفينشنج، في عمليه كيف انه يقدر ينهي الكره في مرمى صن داونز. دي الشكل بتاع الهلال. ثاني حاجه يا جماعه، واحد من اصدقائنا الجميلين جدا مجدي، راجل هلالابي وفاهم، ونبهني ايضا لنقطه فقلت برضه لازم نذكرها في الحاجه دي. انا حاول ان شاء الله اضيف لكم الصور في الفيديو، ان شاء الله اقدر اضيفها. لكن المهم لو لاحظنا كلنا يا جماعه للهدف اللي ايضا سجله صن داونز في مباراه الاهلي المصري اللي كانت في القاهره، الهدف الثاني، بتلاحظ انه صن داونز برضه عنده شكل واسلوب معين، وانا لاحظتها في الفيديو وفعلا اتكررت كم مره، ما مره واحده. الحارس بيستلم الكوره دائما بتشوف انه اللعيبه بيكونوا في 4 لعيبه موجودين في خط المنتصف او في منطقه الارتكاز بالنسبه للخصم اللي بيواجه صن داونز. الحارس بيعمل شنو؟ بيعمل كوره طويله في الحته دي في ال4 تنفار اللي واقفين في خط المنتصف. بعد كده بتلاحظ حاجه معينه، بتلاحظ انه اللاعب بيجبروا اللاعب او المدافع او لاعب الارتكاز بتاع الخصم انه يطلع فوق ويلعب الكوره على الاطراف يمين او شمال. لما نعمل الحركه دي اوتوماتيك الكوره بتمشي للاجنحه بتاعنا. يعني الكوره اول ما تتلعب يا جماعه كوره طويله مش في 4 تنفار، اول ما تيجي بتلقى انه في واحد من الاربعه دي بينط معاه حاجه وهميه ساعه، نظام شنو؟ قمت معاك ساعه او نطيت معاك في الهجمه، لكن هو ما بيكون نطه، بيخلي انه المدافع يفقد تركيزه في انه يلعب الكره يمين او يسار او ينزلها للعيبه الموجودين الاربعه الموجودين في خط المنتصف. بعدها بيشوف انه في تحولات، الاثنين في الاربعه الواقفين دي الاثنين منهم بيمشوا على الاجنحه عشان يعملوا كره عرضيه، او الاثنين اللي في النص الكره لو سقطت من المدافع، لانه طبعا اكيد في مضايقه بتحصل، يعني الكره لما يطلع عليها المدافع بتاع الخصم في مضايقه بتحصل من المهاجم بتاعهم، بيخليه هو ما مركز، عشان كده بيلعب الكره اي كلام. اي كلام اللي بتحصل دي اللاعب بتاع صن داونز بيستغلها في عمليه الشوتنج من بعيد، وايضا في عمليه انه يلعب الكره على الاطراف عشان الكره تتعكس عرضيه عشان المهاجم يكمل الكره في الهدف. ده الشكل بتاع صن داونز يا جماعه، وشفناه يتكرر اكثر من مره. يعني احنا اللي لعبنا المفروض تكون مركز الحاجه دي بشكل كبير جدا، في انه دائما بيكون في عندهم كثافه في خط المنتصف في عمليه الباص الطويل، فنحن المفروض نركز فيها. معناته شنو؟ معناته اما انت المدافع بتاعك ده يكون يعني لما نيجي يدق الكوره دي يكون متاكد وما يلعب الكوره على الاطراف، يلعب الكوره دايما لقدام في العمق. انت لما تضربها هيد في العمق معناته شنو؟ معناته انت ممكن تعمل هجمه مرتده ومن خلالها تقدر تسجل هدف. لكن اي حاجه اي طريقه غير انك تلعب الكوره دي في العمق، لعبتها قدامك او لعبتها على الاجنحه، حيكون في لعيبه موجودين في الكثافه في الحته دي حيشيلوا الكوره، حيبقوا هجمه عليك حتكون خطره جدا. ده شكل صن داونز يا جماعه، ودي الحياه الفنيه التكتيكيه اللي لاحظنا لها في صن داونز. صن داونز يا جماعه في مباراه الاهلي المصري وايضا امام الصن داونز في مباراه المصر، بنشوف انه صن داونز عمل 5 عرضيات فقط، ما بيلعبوا عرضي اصلا، ما دائما ما بيعتمد على اللجنه، دائما بيعتمد على العمق، دائما مصرين انه يشيل الكره على العمق، دائما مصرين انه يلعب الكره على العمق. معناته في الحته دي يا بوجبا يا ابو عقله، ابو عقله احنا واثقين فيه جدا، بوجبا المباراه دي ما بتستحمل انك تمسك الكره وقت كثير، لا، سلم واستلم سلم واستلم، وحاول قدر الامكان انك
تبرمج نفسك في المباراه دي انك انت ما تلعب الكوره، لا انت تلعب الكوره والحته المضمونه، ما تلعب الكوره اي كلام، اي لعب بعشوائيه في الحته دي واي لعب عشوائي في الحته دي حيخلي الهلال في حته صعبه جدا جدا. مباراه زي ما قلنا يا جماعه الفوز لا شيء في غير الفوز، ما في حاجه يا جماعه بتخلينا نحن نتوتر، بالعكس نحن في موقف مهم جدا، نحن موقفنا قوي جدا، الى الان كله تحت اقدامنا وتحت كرعينا نحن كهلالاب وكلعيبه، واثقين جدا ان احنا في المجموعه الموجوده، واكيد قادرين انه نحقق الفوز في مباراه صن داونز ونتاهل للمرحله القادمه باذن الله تعالى. ده كله ما كان في حلقه الليله. تذكر اخر الحلقه اعمل لايك، لو ما مشترك في القناه انزل اشترك وفعل الجرس عشان يصلك كل جديد لحد عندك ختام الحلقه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. السلام عليكم.